السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي اتم الصحه ان شاء الله يا رب. وصفتنا اليوم هما القراشل اولا القرص. هاد القراشل هادو كيجيو زوينين، رطب بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. غادي ندوزو المقادير على بركه الله. كناخذ اناء كندير فيه رشيشه ديال الملح، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، كاس ونصف ديال الحليب يكون دافي. غادي نزيد لهم كاس الا ربع ديال سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت. كنخلط مزيان حتى كذوب لينا سنيده. وغادي نزيد بيضه بحراره المطبخ وبياض بيضه الاصفر غادي نحتفظوا به باش ندهنوا به القراشل. نزيد كاس ديال الماء يكون دافي العبار ديما بكاس العنبه. نزيد 2 معالق كبار ديال الماء زهر ونخلط. نزيد معلقه كبيره ديال الزنجلان ومعلقه صغيره ديال النافع. نخلط مزيان ونزيد نص كيلو ديال الدقيق ابيض يكون مغربل وخماره حمراء وحده. الدقيق حسب النوعيه، ديما كنقولها الدقيق حسب النوعيه. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي لا. العجينه القوام ديالها تكون رطبه. ملي كنجمعوا العجينه غادي نزيدوا لها 2 معالق كبار ديال الزبده وكنوليو ندخلوا فيها الزبده مزيان. صافي كنغطيوها بالسلوفان او بواحد المنديل ونخليوها حتى كيضاعف الحجم ديالها مزيان. وهذه هي العجينه ديالنا من ضاعف الحجم ديالها مزيان وخليناها حتى خمرت مزيان. غادي ناخذوا واحد اللاطه غادي نفرشوها بورق الطبخ ونقرصوا القراشل على حساب الحجم اللي بغيتوه صغيور بزاف، بغيتوه متوسط، مهم على حساب الحجم اللي بغيتو. غادي نبقى نعاون بشويه الزيت حيت العجينه كتكون رطبه حتى كنسالي الكميه كامله. وغادي نغطيها وكنخليها تخمر مره ثانيه غير واحد 20 دقيقه اولا نص ساعه. هنايا ملي خمرت للمره الثانيه ناخذ صفار البيضه اللي احتفظت به، زدت له واحد شويه ديال الخل باش ما تكونش فيهم ريحه البيض مجهده. كنكمل الكميه كامله كندهنهم كاملين وغادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان. في هذا الاثناء كندير الفران كيسخن وغادي نديرهم في الفران على نار متوسطه حتى كيطيبوا وكياخذوا اللون ذهبي. ايوا هذه هي النتيجه ديال القراشل اولا القرص. كيجيو قطنيين، كيجيو لذاذ بنان، ما تشبعوش منهم. درت كوموند وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. نتمنى ان شاء الله تنال الوصفه اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.